هنعمل الكفتة بالطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا بنعملها بسيطة، مكونات بسيطة موجودة كلها في البيت. من غير لا عملنا تحتها فرش ولا عملناها على الفحم ولا اي حاجة خالص. زي ما حضراتكم شايفين الكفتة دي انا جايبة اللحمة من الجزار قطعها من السن بتبقى اللحمة بتاعتها ناعمة، ويبقى الدهون فيها في الوسط، لا دهون كتير ولا دهون شوية. وبصلتين اتنين كبار واخداهم مفرماهم، مصفية منهم المية، واخدة التفل ومعلقتين نشا. النشا بيشربوا المية اللي في اللحم، ومعلقه قرفه مطحونه، وكيس من بتاع المشاوي او خلطه الكفته، يعني سواء ده او ده، ومعلقه فلفل اسود وورق كزبره. انا هاخد الورق بس مش هاخد العيدان. كيس المشاوي اللي انت بتجيبيه ده، انت بتروحي عند العطار تقول انا عايزه كيس من بتاع المشاوي او كيس خلطه كفته، سواء ده او ده. ممكن تحطي من ده ومن ده، الاتنين بيخلوا طعمها حلو زي اللي انت عاملاها، او على الفحم، او انت جايباها من بره. والملح، وتعجني كل المكونات دي مع بعضها، مع الفلفل الاسود والملح وكيس المشاوي ومعلقه القرفه والمعلقتين النشا. مع لو في شويه قرنين فلفل احمر واخضر وقطعتهم صغير، او عملتهم في الكبة ونعمتيهم وصفتهم من المية زي البصل، هتعمليهم يبقى طعمها حلو. ده مية البصل، حطيت عليها معلقة صلصة وشوية زيت وشوية فلفل اسود، ده هنصبع بيه. انت عجنتي الكفتة دي، ممكن تعجنيها من بالليل وتسيبيها في التلاجة للصبح، بتشرب من الحاجات اللي احنا حطينا، الخضار اللي حطيناها دي، وبيبقى طعمها حلو وريحتها حلو. مستعجلة سيبها ساعتين اتنين في التلاجة، عجنيها وسيبها تسقع في التلاجة شوية، علشان خاطر ما تفكش من ايدك وتبقى سايحة في ايدك وهي سخنة. ما كان مطرح ما انت عجناها. معايا الصينيه دهناها مسحه زيت، وصبعت على معلقه خشب او تصبع على اي حاجه عندك. احنا بس عايزين يبقى قلبها فاضي، علشان خاطر يبقى قلبها من جوه مستوي. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنصبعها على هنخلص كل الكميه، هنصبعها على المعلقه الخشب دي وهنخلص كل الكميه. واحنا مش مستنيين هي تفك مننا او مش هتفك، عشان احنا مش هنعملها على الفحم، يعني مش خايفين انها تفك، لان احنا هنحطها في الصينيه. فهنعمل كل الكميه دي. انا مولعه الفرن، هحطها في الفرن. ما عنديش فرن، هعملها على البوتاجاز. اول ما تحطها على البوتاجاز وتغلي، وطي عليها شويه، خلي النار في الوسط، وقوموا مغطياها علشان خاطر البخار اللي يطلع منها دي يسويها من كل ناحيه. ممكن بعد ما تخلصيها على البوتاجاز تقلبيها على الجهه التانية، على ما تحمر على البوتاجاز تبقى لونها ذهبي كده، تقلبيها على الجهه التانية تاخد لون برضو، يبقى كأنك عاملاها في الفرن. هتعمليها في الفرن، هتولعي الفرن وتحطيها فيه، واول ما تاخد لون تغطي عليها وهدي الفرن خالص وغطي تستوي. لو انت نسيتيها وخدت اللون الارضيه بتاعها اغماء شويه، او مسك في الصينيه، الكفته مسكت في الصينيه، قومي مزوداها ميه بسيطه وغطي عليها وسيبيها دقيقتين اتنين، هتغلي، هتسيب من الصينيه خالص وتبقى حلو. لايكات وتعليقات وشيروا فيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. فيديو سهل وبسيط. اللحمة المجمدة ما هي زي اللحمة اللي بتقطع من الجزار. اللحمة بتقطع من الجزار لازم صبع الكفتة بيكش وبيصغر. اللحمة اللي انت بتجيبها مجمدة، صبع الكفتة بيفضل زي ما هو، لانهم بيبقوا حاطين عليها حاجات كتير غير اللحم. فيديو سهل وبسيط، وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم فيديو جديد.